السلام الله عليكم. هنا رانا في داري، هنايا رانا فوق الطريق الجديده سوا ديزون. كيما راكم تشوفوا راه كاين واحد الاشجار كيما هادي على الطريق الجديده. هاهي شفتها شديت هاد الشجره. كاينه الشجره لهيها نفس الامر طايحه، راه شديتها هاد الشجره ما فهمناش بدين فاصون. هاد الشجره حتى طيح على كاش لوط ولا طيح على كاش واحد وتتحركوا. السؤال موجه لكم. السلام الله عليكم، صباح الانوار. اليوم رانا هنايا في داري، انا ماشي نطريق على القرطه. كنا منذ ما يقارب واحد 3 شهور كنا وجهنا حميدة تاع استغاثة لأجل كما قال لك سرقة الحديد اللي كانت تعرض لها تما المنطقة تاع القرطة. بون غادي 3 موا ولا ما وليناش ركبنا، راني ماشي اليوم طرازار كاين فاصون زعما ما شفتش راه صاري تما، ماشي نشوفو لا راه قاعدة هذاك الحديد تراي تاع القرطة مازال راه قاعد ولا ما راهش قاعد. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية للناس اللي ما يعرفوش مدينة بني صاف، هنا في مدينة بني صاف كانت معروفة في وقت الاستثمار الفرنسي بنوع من الإعدامات الميدانية ربما لا تجدها في كثير من الجزائر، ألا وهي كانوا يشدوا المجاهدين ولا يشدوا الشهداء اللي استشهدوا. كانوا دي فوا لي بريزونيا او المحابسيه اللي كانوا عندهم كانوا يديوهم يقيسوهم، فاحنا نقول لهم لي بوصو. كيفاش نشرحها لكم؟ لي بوصو الا وهي عباره عن ابار خاصه بمنجم الحديد. كان هذه المنطقه تاع دار الريح وسيد صاحبي كانوا المناجم ابوندوني، كانوا يجيو يقيسوهم فيهم. هنالك من استشهد في بلاص وهنالك من كما قال لك اللي عاش وروى القصه نتاعه. هذه تاع نقطه. النقطه الثانيه كان مؤخرا ما عندهاش بزاف، كان جا ولي ولايه تيموشنت جا المقام. البلاصه راها عباره عن هناك كما قال لك ستال تاع شهداء. الروايه الرسميه في هذاك المنطقه يقول لك راه كاين 400 شهيد استشهد بهذا الطريق في مدينه بني صاف. وراها نورمالمون في لاباج تاع الصفحه الرسميه لولايه تيموشنت راهم بارطاجين هذه المعلومه الناس اللي بغيت تتاكد. المهم هذه مجرد معلومه خفيفه ظريفه. المهم هنا رانا وصلنا للقرطه، على حسب راني نشوف المواقيله الحديده والتراي اللي كان هنايا تم سرقته وانتهى الامر. لا راه مازال راه قاعد الحمد لله، مازال راه قاعد الحمد لله. المهم ها هو التراي بعد ما درنا فيديو الحمد لله مازال راه قاعد. البوصو الناس اللي كنت شعارهم بوصو ها هو عمق كبير وكبير جدا. هاد التراي حنا ماذا بينا بالامكان هاد البلاصه هذه هنايا تعتبر من اقدم المناجم الموجوده هنايا على مستوى مدينه بني صاف. شويه طاح حجره يا جماعه، جيبوا بوكله ولاو يسيو ردوه لبلاصته يسيو رموا هاد البويل، ويمكن تصنيفه ضمن المناطق الاثريه بولايه عين تيموشنت. غادي ندير لكم فيديو خاص بجميع المناطق الاثريه هنا في مدينه بني صاف وولايه عين تيموشنت، بعض المناطق المعروفه والمناطق الغير معروفه. الكثير من مواطنين المنطقه اصلا ما يعرفوهاش. غادي نسيو مادام نهضروا على السياحه بنوع اخر. السياحه هنا ولا مدينه بني صاف قد كما قال لك تعطي طابع السياحه ديالو هي السياحه البيئيه. غادي نسيو من بعد في لايف ولا نتكلموا على هذا النوع من السياحه وتشجيعها لعل وعسى تتحرك. كما قال لك السياحه هنا في ولايه عين تيموشنت ومدينه بني صاف دائره بني صاف للاحسن ان شاء الله. المهم تبعونا. اضافه الى كل هذا البارح كنا درنا مغابه تاع غريبو، كنا درنا واحد الفيديو اليوم واحد الغابه كذلك تاع داري هنايا تقع في موقع جميل. المقام جهه الفوقانيه، طريق تاع داري جديده جهه الثانيه، مساحه فارغه تقدم فيها لي باركينغ، فيها سطاد. جهه ثانيه تخدمها كما قلت لكم فاصون مناطق داخل مدينه بني صاف اللي يدخل يتلاقى بلايص وين يشري وين يريح. او ميم طون كاين هذه المنطقه لو يتم استثمارها بجعلها غابه استجمام ولا حديقه استجمام خاصها غير شويه تاع النطواياج، خاصها شويه اعاده تهيئه. كاين هاد الطريق اللي راها تبان بالكم هذه هنا هذه تاع شومان فار بكري. المنطقه ككل منطقه جميله راكم تشوفوا.
ولكن بحاجة للعناية والاستثمار من طرف المصالح المختصة، ووضع مخططات آنية ومستقبلية لتطوير هذه المدينة وإضفاء مداخل إضافية للدولة وللمواطنين وإلى البلدية كذلك. المهم هذه مجرد عينة، كنت بديت روماركات واحد الحية نوريها لكم، واحد الحية هنا نوريها لكم، خاصة الناس اللي راهم مهتمين بالمجال السياحي. هنالك كما قلت نوع من بعض الأمور وبعض الأحيان. ها هو الهيها، راه الهيها افون، استناو تشوف بالك نكبر لكم الزاوية. ها هو هذا هنايا راه كاين طريقة تاع الحجارة الموضوعة هنالك شيء طبيعية. مجرد الناس مهتمين بالمجال السياحي وتطوير المجال السياحي التاريخي البيئي، نقول لكم اهتموا كي تكونوا تمشاو بالاشياء الموجوده على مستوى المناطق التي تقومون بزيارتها. المهم هذاك الحجر اللي راه ليها اللي وريته لكم، اللي قربته لكم دروك، حجر شي ناتورال، هذاك موضوع كما قال لك بتدخل انساني، راه باين هاد الجهه منها. ها هو الحجر كي راه مستف، هل هو بني قديم ولا كما قال لك؟ هي هذه بحاجه دائما الى دراسه ميدانيه. احنا ماذا بينا مديريه السياحه مع شفناهم داروا ماستر كلاس تاع السياحه الاهتمام بالمجال الاثار والمناطق الاثريه هنا بولايه عين تيموشن بين مدينه بني صالح. ما تعرفوهم شيء، وعليكم السلام، كونتاكتيونا نوريهم. مشكور. لازلنا غير هنا في المنطقه تاع داري، لكن الاشياء السلبيه صراحه، من الاشياء السلبيه هاد الزيو كما راكم تشوفوا هنا لداخل، راكم تسمعوا الحس تاعه. ها هو الرئيسين، هذا ما نعرفش عارف راه يمشي، كاين ريغار تحتاني كبير ولا، ولكن كيما هنايا وسيل راهي ابوندو كما قال لك ابوردي على برا. كنا سبق لنا ان قمنا بتصويره، راه غير كلي الكرمه راها مدرقه شويه. ها هو القادوس شوفوه، ها هو في الهيها معلق تاع السيما توسنا ما يبانش منا. المهم غادي نوريوها لكم في لالي الفوقانيه. لالي الفوقانيه راه باين القادوس هذا تاع المقام الجهه الفوقانيه، ويهود هنا الجهه الثانيه. الناس اللي سوف ترى ان الامر عادي، زيقوا يا جماعه حفرها، هذه امور لابوبال في مناطق جميله ولا مناطق قدام الناس ساكنين فيها تعتبر امور غير عاديه. كما راكم تشوفوا ها هو كليها سناوتشو، ها هو القادوس تاع السيما وين مهرس، ها هو هاود من المقام الفوق. المهم هي امور غير عاديه، الناس تعتبرها امر عادي، لا نورمال قادوس وزيقو مهرس نورمال، لا ماشي نورمال الناس. خاص ثقافه التبليغ على هذه الامور، اضافه الى تقديم الملاحظات في هذه الامور. كما قال لك شيء مهم ومهم جدا لبناء مدينه. المهم غير باش تكون عندكم فكره فقط برك.